القضية عنده كلام كتير عايز يقوله معانا. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا كابتن حازم. ازي حضرتك؟ والبقاء لله. تحياتي لحضرتك والبقاء لله. انا الاول عزائي للشعب المصري باسره في ضحايا مجزره السيد بورسعيد. كابتن حازم، احنا المشكله الاساسيه اللي كلنا عارفينها للاسف ومحدش عايز يقولها، التغير الغريب للاخلاق في مصر. احنا اخلاقنا اتغيرت ب 180 درجه ومفيش رد للاسف، مفيش رد فعل من الجهات المسؤوله. هي دي المشكله يا فندم، يعني هي دي المشكله. مفيش امن كده يظبط الدنيا، مفيش قوه توجه، مفيش تشريعات بتتعمل انها يا كابتن حازم، انا امبارح وزير الداخليه ومحافظ بورسعيد طالعين على الفضائيات بيقولوا احنا عاملين خطط امنيه واحتياطات. لو تفتكر يا كابتن حازم اللي حصل في السد المحله، ايه اللي عملته الشرطه يا كابتن حازم؟ حاجه بسيطه جدا. صح. عملت كردون في وسط الملعب، ما حدش من الجمهوريه يروح لبعض. صح. ايه هو ده كان محتاج خطط امنيه ومحتاج كل الافلام اللي عمالين نحكي فيها. فعلا ماتش المحله فعلا كان نموذج للتعامل الشرطه مع الموقف يعني، وباسلوب بسيط ويسير وما فيهوش لا خطط ولا احتياطات. كابتن حازم، انا تضامنا مع ارواح الشهداء الطاهره امبارح انا قررت العمل بالمحكمه الرياضيه لاجل غير مسمى لحين عوده الانضباط والاخلاق الاول للشعب المصري. حضرتك وقفت العمل في المحكمه الرياضيه، هتقف شويه؟ العمل هيقف تماما لحين اصلاح المنظومه الرياضيه والحين اللي احنا كمان نعمل تشريعات ونشوف مكافحه الشغب دي لازم يتعمل في قانون الهيئات الرياضيه، لازم يبقى فيه نصوص على مكافحه الشغب وشغب الملاعب. وبعدين بعد اذنك يا كابتن حازم، في حاجه يسيره احنا لو هنتكلم بقى كرياضيين. اتفضل يا فندم. حضرتك اعلم طبعا حضرتك عارف ان في ماده في قانون الفيفا ممنوع اصلا اللعب في الاجواء العدائيه. اكيد حضرتك عارف كده يا كابتن حازم. انا امبارح يعني انا الحكم خايف ان انا الغي ماتش. والله انا لو كنت لغيت الماتش، وده انا بطبق صحيح القانون، وكنت على الاقل انا لما لقيت لعيبه بتسخن يا كابتن حازم وبتضرب عليها صواريخ ومش عارفه تسخن وبتضرب على الاجهزه الفنيه صواريخ، طب على ايه؟ انا كنت اخرت الملعب شويه وكنت اتصلت على الاقل احمل المسؤوليه لاتحاد الكوره للجهات المسؤوله للامن. لكن انا بكمل الماتش في ايه؟ بكمل ماتش انا كل ما جون الاقي ناس نازله ارض الملعب. هي دي رياضه؟ هي دي رياضه؟ هي دي اخلاق؟ صح يا فندم، صح. كابتن حازم، انا بحيي حضرتك بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. مستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة الرياضية، وأعلن حداده يعني أو توقفه حدادا على الشهداء حتى يصدر قانون للهيئة الرياضية والمحكمة الرياضية بشكل